الحرب العالمية الأولى اللي ابتدت في 28 يوليو 1914 وانتهت في 11 نوفمبر 1918. الحرب دي اتلقبت بالحرب العظمى واتوصفت على إنها الحرب اللي هتنهي كل الحروب. الحرب دي اتجمع لها حوالي 70 مليون عسكري، منهم 60 مليون عسكري أوروبي، وراح ضحيتها 9 مليون عسكري و7 مليون مدني. بس أنا عايزك تسيبك من ده كله، لأن في الغالب كلنا عارفينه. الكوارث اللي حصلت بسبب الحرب دي كانت أبشع من الحرب نفسها، زي مثلا الأنفلونزا الأسبانية سنة 1918 واللي راح ضحيتها من 50 ل 100 مليون متوفي، والأهم عمليات الإبادة الجماعية والمجاعات. وبما إننا بنتكلم عن أحداث وتواريخ المدن الكوزموبوليتانية زي اسكندرية واسطنبول وسالونيك وأزمير، فإحنا عندنا واحدة من أبشع عمليات المجاعة والإبادة اللي حصلت لشعب زي شعب لبنان، وبالتحديد في مكان اسمه جبل لبنان. المجاعة دي كانت برعاية الدولة العثمانية. في نهاية الفيديو سايب لك مجموعة من الصور هتوضح لك المجاعة اللي حصلت في لبنان في الوقت ده. أنا علي إيهاب وإنت بتتفرج على برنامج الكوزموبوليتاني. لو بتتفرج علينا من على الفيسبوك ياريت تعمل لنا لايك وشير، ولو بتتفرج على اليوتيوب ياريت تعمل لنا اشتراك للقناة. تعال نشوف هنقول إيه. الحرب العالمية الأولى خلت أوروبا كلها عبارة عن أطراف وأحزاب، مين مع مين ومين ضد مين، وفضلت الدولة العثمانية في أمان لحد ما تحصل حاجة تشقلب الدنيا دي كلها. اجتماع في بيت سعيد حليم الصدر الأعظم للدولة العثمانية في اسطنبول ما بين 18 و 23 يوليو 1914، يعني قبل الحرب ما تقوم ب5 أيام بس. وبالمناسبة يعني سعيد حليم ده يبقى حفيد محمد علي. الاجتماع ده جمع ما بين وزير الحربية العثماني أنور باشا والشلة اللي معاه في الحكومة، وقرروا ان هم يدخلوا الحرب في الطرف اللي فيه ألمانيا، لأن كان في مخيلتهم ان الطرف ده هو اللي كسبان. أمال يعني بدون إساءة أدب، السلطان العثماني كان فين؟ الوقت ده الدولة العثمانية كان عندها حبة مشاكل كده مع الناس اللي حواليها، زي بريطانيا مثلا اللي كانت حاطة ايديها على مصر، وطبعا مصر تحت الحكم العثماني. سوريا ولبنان اللي كانت فرنسا بتتحرش بيها من وقت للتاني. وزي ما انت عارف برضو ان سوريا ولبنان كانت تحت الحكم العثماني. وكمان عندها مشاكل مع روسيا العدو التقليدي للدولة العثمانية، حاجة كده يعني اهلي وزمالك. وعندها حبة مشاكل مع اليونان عشان اليونان عايزة تستقل عن الدولة العثمانية. اخصى عليك يا يونان. والعالم يتقسم لفريقين، فريق دول الحلفاء بريطانيا، فرنسا، روسيا، وفريق دول المحور اللي فيه ألمانيا، النمسا والمجر والدولة العثمانية ومعاهم بلغاريا. وللمعلومة يعني العرب والأتراك قبل الحرب دي كانوا بيكرهوا بعض إيراد، خرجوا بعد الحرب بقوا بيكرهوا بعض 24 إيراد. وأعلنت حكومة تركيا الفتاة الأحكام العرفية على سوريا ولبنان سنة 1914. قامت بعتلهم قائد عسكري تركي اسمه جمال باشا. قاموا قايلين له بص يا عم جمال، احنا في حالة حرب وخايفين لحسن سوريا ولبنان تقع في ايد الفرنساويين بشكل كامل، فاحنا هنديك سلطة مطلقة تحكم بيها سوريا ولبنان لحد بعد الحرب. الراجل قال لهم امين، وبدل في سلطة مطلقة يبقى نشوف شغلنا بقى. قام الراجل واخد الناقة بتاعته وشرخ على لبنان، واول مكان راحوا هو منطقة هناك اسمها جبل لبنان. الراجل اتعامل مع الشعب اللي موجود هناك على انه قائد جيش احتلال، مش قائد جاي يدافع عن بلاده، بما ان يعني سوريا ولبنان ولاية عثمانية. واول ما دخل المنطقة بتاعت جبل لبنان ادى للسكان اللي هناك مهلة 3 ايام عشان يخلوا المنطقة كلها. انت يا ستي اللي فوق معاك 3 ايام عشان تلم فيهم غسيل، وانت يا ابني اللي بتلعب بابجي معاك 3 ايام تخلص فيهم الباقي. انت يا حاج عملت لنا اشتراك للقناة؟ ايوه انت يا حاج مش سامعة؟ وفعلا الراجل اخلى جبل لبنان كله في 3 ايام وهد البيوت والاسواق على دماغهم. طب يا عم
اخليت وهديت وسويت، هتعمل ايه بقى؟ قالك انا هعمل طرق وكباري وهعمل طريق مستقيم من المينا لحد مركز مدينة بيروت. وطبعا سيادتك عارف ان اي حكم عسكري بيعمل ايه؟ بيعمل 3 حاجات: بيحط خرسانات، يعمل طرق، وكمان يستولى على البحر ويشغله لحسابه. في الوقت ده جواسيس جمال باشا بتكتشف وثائق مهمة جدا موجودة في القنصلية الفرنسية اللي موجودة في بيروت. كان سابها القنصل الفرنساوي قبل ما يهرب عهدة في ايد القنصل الامريكاني. فجأة الوثائق دي بتختفي ونلاقيها في ايد جمال باشا. مالها يعني الوثائق دي؟ بتقول ايه؟ الوثائق دي بتقول ان السوريين واللبنانيين طلبوا من انجلترا وفرنسا أسلحة علشان عايزين يقوموا بثورة مسلحة، وكمان طلبوا منهم انهم يساعدوهم في التخلص من الاحتلال العثماني. انا قلت احتلال عثماني، اقصد السيادة للدولة العثمانية الاسلامية. انا الراجل قابض على كل المتورطين في الحكاية دي وحكم عليهم بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ونفذ حكم الإعدام في الساحات العامة في سوريا ولبنان. كان من ضمن المتورطين اللي اتعدموا في الساحات العامة فريد وفليب الخازن اللي كانوا شغالين مترجمين في القنصلية الفرنسية اللي موجودة في بيروت، وكمان اللبناني عمر حمد اللي قال لجمال باشا وهو على منصة الإعدام: كل حكومتك المستبدة إن هذا العمل سيتسبب في دمارها يوما ما. وعبد الغني العريسي اللي قال: سيأتي مجد العرب لا محالة وستكون جماجمنا أساسا لاستقلال لبنان. الدنيا تولع والعرب يسخنوا خصوصا في شبه الجزيرة العربية، ويقوموا الهاشميين اللي موجودين في مكة يعملوا ثورة مسلحة بقيادة شريف مكة الحسين بن علي، ويقول لك احنا مش هنسكت، كفاية بقى يا دولة يا عثمانية. حلو، هتعمل ايه بقى يا عم حسين؟ اكيد هتاخد جيشك وسلاحك وتطلع على سوريا ولبنان وتحررها من الاحتلال العثماني. لا والله يا ابو عليوة، يبقى اكيد هتكلم مصر وتعمل معاها حلف، والجيش بتاع الحجاز والجيش بتاع مصر يخشوا سوريا ولبنان وايديهم في ايدين بعض كده. لا والله برضو يا ابو عليوة، قلقتني يا عم حسين. هتعمل ايه؟ راح ننضم للحلفاء. وفعلا ينضموا للحلفاء سنة 1916. جمال باشا لسه بيعدم في الشعب ساحات العامة في لبنان وفي سوريا، وبيمنع عنهم الأكل كمان. وحط على ده كمان إن مفيش حصاد في البلد، وهو مين اللي هيحصد؟ وحط كمان وجود الجراد، وحط كمان استيلاء الدولة العثمانية على المحاصيل الزراعية لصالح الجيش العثماني. والكارثة الأكبر هو قطع الإمدادات عن لبنان من أكل وشرب وأدوية، ده طبعا بسبب حصار دول المحور لسواحل الدولة العثمانية اللي لبنان جزء منها. حتى اسكندرية ما قدرتش تبعت حاجة لبنان بسبب وجود بريطانيا اللي رفضت انها تبعت اي امدادات لهناك لخوفها من ان الامدادات دي تروح للجيش العثماني. ومين الضحية في كل ده؟ الشعب اللبناني. لحد ما نوصل ل 1918 وتكون شوارع بيروت كلها متغرقة بالشحاتين والناس اللي ميتة على الرصفان واللي مش لاقي ياكل والمجاعات والمرض. عشان تكون محصلة الكارثة دي حوالي 500 ألف لبناني ما بين أطفال وستات ورجالة. أكتر واحد وصف اللي حصل في لبنان هو صحفي تركي شاب كان موجود ساعتها هناك وكان بيشتغل لحساب جمال باشا. الصحفي ده هو فالح رفقي قطاي. الراجل ده في عز المعمعة اللي كانت حاصلة في لبنان كانوا مقعدينه معزز مكرم في فندق 5 نجوم اسمه باسول بيطل على المينا. الصحفي ده وصف الشعب اللبناني في الوقت ده على انهم هياكل عظمية بتتحرك في الشوارع، وانهم بيضطروا ان هم يروحوا على الرصفان علشان يموتوا عليها بدل ما يموتوا في نص الطريق، وانهم ما كانوش لاقيين حتى ورق الشجر عشان ياكلوه. وحط على كل ده وصول امراض زي التيفود والملاريا والكوليرا. الراجل بيقول في مذكراته انه هو واقف في بلكونة الفندق وشايف كل ده بيحصل قدامه، ان باب الأوضة بتاعته خبط، فتح لقى ان في دعوة جاياله لحفلة رقص وشرب واكل. وفي نهاية الحلقة ما نقدرش نقول غير التاريخ له ما له وعليه ما عليه، ولكننا نبحث ونكتشف. سلام.
سلام.